نودع الغرفة، راح اشتاق لها كتير، فيها كتير ذكريات. هذا الورد اشتريته لكاثرين وإريك اللي هم استقبلوني في البيت اللطيف هذا، الغرفة اللطيفة هاي غرفة ابنهم. هاي الشنط كلها جاهزة حاليا. راح اروح على المطار، راح اشتاق للإطلالة، راح اشتاق لكل شيء يا جماعة الخير. طبعا انا هنا صار تقريبا 3 اسابيع في جنوب افريقيا، واليوم ان شاء الله مسافر على مصر. حاليا قاعد بستنى صديقي هيوصلنا على المطار، اسمه مساعد. كتير متحمس متوتر بنفس الوقت. خلينا نطلع نشوف. قاعد بشرب اخر كاسة قهوة على هالإطلالة. شوفوا يا جماعة الخير، ما شاء الله. المهم يا جماعة الخير، حاليا راح اطلع المطار الساعة 5، طيارة الساعة 8. عندي ترانزيت على مدينة ثانية، راح اضل هناك 23 ساعة. احكي لكم تفاصيل اكثر، خليكم معي. خلينا نروح. مساعد، هلا شو هالحلاوة هاي. والله حتوحشنا حبيبي مساعد يا جماعة الخير، من السعودية، من أنظف وأحسن الشباب اللي تعرفت عليهم هنا. ما قصر معي أبدا والله العظيم. بسم الله. هنا كنت حاط التلفون لتصوير كليب مفتاحي ضايع، وهنا كنت بتمشى في الكليب. فكرة هيك كانت حلوة. اللي ما حضر الكليب بروح يشوف أغنية مفتاحي ضايع، الرابط تحت في الوصف. كنت رايح افتح الباب هداك، لحد اليوم ما تعودت انه السواقة من الطرف هذاك. الصبر مفتاح الفرج، بس مفتاحي ضايع. الحاضر واجب بس الغايب بايع. كلماتك هذه؟ شوفوا الفيو يا جماعة الخير، ما شاء الله. المدينة هاي مليانة جبال، مليانة طبيعة، اشي مرتب. هاي أغنية كتبتها جديد، فحب أسمعها لمساعد، لسه ما حد سمعها أصلا. كويسة؟ لا حلوة والله؟ والله حلوة. تغني من قلب. أكثر شيء يضرب معاك الشيء اللي ما تقول توقعت. والله صارت معي قبل هيك. في 2019 كان عندي 7000 مشترك. نزلت فيديو، قلت هذا الفيديو هو آخر فيديو على القناة، وما كنت بدي أنزله أصلا. نزلت الفيديو، وصل 1,000,000 مشاهدة، وصلت 100,000 مشترك. سبحان الله عن جد. ما بتعرف. لا ما تعرف ماشي تتوقعه دائما يضرب كذا. لنا تقريبا 10 دقائق يا جماعة الخير نوصل على المطار. متحمس متوتر، ما بعرف، شعور مختلط هيك. إن شاء الله خير. حبيبي يا مساعد، شكرا على كل شيء. إذا ما شفناه بمصر بنشوفه بالسعودية إن شاء الله. في الرياض؟ بالرياض إن شاء الله. أي مكان في السعودية. حبيبي والله شكرا على كل شيء. خذ بالك من حالك أخوي. التواصل. سلام. بحبش الوداع يا زلمة. يا الله. سلامات. وصلت المطار، بس حاليا بدي اروح اشوف البوابة. طيب يا جماعة الخير، انا ليش رايح مصر؟ جنوب افريقيا عشان انا اقدر اعمل فيها اقامة لازم اقدم على لجوء. عشان اقدم على لجوء لازم استنى ما بين 8 شهور ل 12 شهر، سنة كاملة. ممكن بعد ما استنى السنة كاملة يجيني رفض، لانه في هنا حكومتين، حكومة معنا وحكومة ضدنا. طيب قولوا انه انا استنيت سنة ونجحت، طب انا هكون محتاج تقريبا ما بين 18,000 ل 20,000 دولار بس تكاليف معيشة. البوابة فتحت لازم اروح. محتاج كل شهر 1500 1600 دولار بس اجار بيت، فواتير واكل وشرب بس، من غير اي مصاريف ثانية. فانا ما معي هالمبلغ، فعشان هيك قلت اروح مصر. هاي واحد من الاسباب، عندي اكثر من سبب. ورايح اشوف الحل حدا بحياتي. الحدا اللي رايح اشوفه يعني في شعور توتر، يعني والله انا عارف شو احكي، اقسم بالله مش مصدق اصلا، مش مصدق اني رايح اشوفها. هلا ثانك سو ماتش، ابريشيت. رايحين ندخل. كل ما ادخل من هالممر نفسيتي تتحسن اقسم بالله. كثير متحمس يا جماعة الخير. حاليا رايح على مطار في مدينة ثانية، العاصمة اسمها جوهانسبرغ. هناك راح اضل 23 ساعة في المطار. خلينا نشوف ايش هعمل هناك، واحكي لكم باقي التفاصيل كمان شوي. هلا. اوكي ثانك سو ماتش. بسم الله توكلنا على الله. طلعنا جنب الشباك، حلوة التكت، ما كنت اعرف. تحركنا. طبعا حاليا جابوا الاكل، طلبت سمك لانه عندهم اغلب الاشياء يا جماعة الخير اللي هو مثلا اللحمة، الدجاج، الاشياء هي مش
معه سلطة كمان، وهي كريمة بتنحط على السلطة. الحمد لله وصلنا الوجهة الأولى. حاليا وقفنا، نازل حاليا في المطار. بعد هاي لسه عندي رحلة تانية، طيارة تانية بعد 23 ساعة. الحمد لله حاليا وصلنا مطار جوهانسبرغ العاصمة. راح انزل اخذ الشنط تبعتي، اشرب لي كاسة قهوة، بعدها لازم استنى 23 ساعة. الشنط لازم نروح من هناك عشان ناخذها. وصلت. شوف الشنط يا رب ما يكونوا ضايعين. لسه الشنط قاعدين نطلع شوي شوي من الطيارة لأنه لسه حالا نزلنا منها. الناس بتستنى. أكرههم علي الموضوع هذا لأنه كتير بتضيع شنط أو ناس بتاخد شنط الناس التانية بالغلط. فالشنط هاي كتير مهمة بالنسبة لي، جواتها أواعي وجواتها هدايا لناس كتير غالية علي. يعني لو فقدتها بفقد نفسي، فاهمين علي؟ الساعة ما اجت، صار لي ساعة بستنى اخذ الشنط. اخر اشي لما رحت سألتهم بيحكوا لي انت راح تستلمها في القاهرة الشنط تبعك مش هنا. الحمد لله حاليا ضل تقريبا نص ساعة لأطلع الطيارة لمصر. قبل 23 ساعة أنا وصلت على المطار، فهذا أطول ترانزيت أشوفه بحياتي صراحة. المهم ضل نص ساعة، كثير متحمس. كنت يعني تقريبا إلي ساعة ساعة ونص بشيكوا على الفيزا تبعي ولقوا إنه الدنيا تمام الحمد لله. فحاليا رايح على الطيارة، الشنط تبعي هنا كلها موجودة. وهاي السوق الحرة تبعت جنوب أفريقيا. مش عارف شو أحكي صراحة، شعور جدا غريب هيك، حماس على توتر على فرحة، بداية جديدة إن شاء الله. يعني خلص أنا ناوي أستقر إن شاء الله في مصر. البداية هاي مع إني كنت في مصر رحت تقريبا 3-4 مرات قبل هيك. كثير كنت أعاني هناك أحيانا أقول لا خلص هاي البلد ما بدي أقعد فيها لشوية أسباب. بس حاليا أنا مضطر أروح هناك لأكثر من سبب. فالدنيا يوم إلك ويوم عليك، فاهمين علي؟ إن شاء الله خير، ادعوا لي يا جماعة الخير. صراحة تعبان كتير عشان هيك ما صورت كتير في المطار، وما كان عندي شحن في تلفوني. جيت آكل لقمة ما لقيت إلا الجبنة هاي حلال، باقي الأكل اللي موجود كله لحم وهيك حرام. خلينا ناكل قبل ما نطلع الطيارة. أنا طلعت بالطيارة حاليا متوجه على مصر. فاضية لسه الطيارة، معي هالوردات. محدش يحكي لي ظروف يا جماعة الخير، أنا تارك كل شيء ورايح لها. كتير متحمس، كتير متوتر. أول لقاء هيكون بيننا، مش عارف شو أساوي. إن شاء الله خير. بسم الله توكلت على الله. اجت الوجبة، كان موجود في سمك وفي دجاج وفي لحمة. أنا طلبت الدجاج مع رز، في خبزة، في جبنة، في مية، في سلطة. بعد الأكل جابوا لنا شاي كمان. صباح الخير، راح نوصل كمان نص ساعة. شوفوا الشروق ما شاء الله. Ladies and gentlemen, I've just landed at Cairo International Airport. Just landed.